كان في الشركه عايزه تشغلك عشان انت لسه طالب، حتى لو شركه شغلتك هتروح مدياك مرتب بالارض. طب ايه بقى اللي الشركات اصلا بتدور عليه من واحد فريش او لسه متخرج او جونيور؟ يعني انا دلوقتي شركه جاي عايزه اهاير حد، انا اصلا بدور على ايه؟ حد عنده البيز، حد عنده كوميونيكيشن سكيلز كويسه، واحد هيخش هيعرف يفيد في الرول اللي هو موجود فيه، حد حفروك بيحب يسأل يدور ويجري. برضو حد انا بالنسبه لي مهمه جدا ما يكونش حد بيقول رأيه لمجرد ان هو انا عايز اتكلم انا عايز ابان. نو واي شو. حد يعني اهم حاجه في اي حد في الاول، حتى ايفن لحد ميد ليفل انا بسمع كتير قوي، باخد كل حاجه عند اللي قدامي وابدا اتكلم بس على الهادي، ابدا اعرض وجهة نظري في الوقت المناسب. انا لازم يكون عندي حتة ان انا القابلية ان واحد بيسمع كتير، ما بيقاطعش، مركز في الكلام، مش عايز يتكلم وخلاص، عنده سوفت سكيلز كويسة. وطبعا التكنيكال كده كده لا خلاف، يعني ان انا يبقى عندي الاساسيات بقى، احنا برضو دي حاجة ممكن نكون نسينا نذكرها، اللي هي حاجات زي او بي. اصلا لو واحد داخل في الاول لو انت ما عندكش اصلا او بي ومش كويس، ومثلا ما عندكش نوليدج كفايه او بيس كفايه في الفريم ورك اللي انت داخله او في التكنولوجي اللي انت داخلها، طب ما انا هاخدك ليه؟ هعمل بيك ايه؟ يعني انت اتليست لازم يبقى عندك حاجه منهم. فلما اكلمك مثلا في او بي، سوفت وير انجينيرنج كونسبتس، حاجات زي كده، انا مكسبت كده منك، ما انت في الاول وفي الاخر هيبقى اسمك سوفت وير انجينير، انت مش ديفلوبر. في فرق برضو، الناس دايما بتخلط ما بين الاثنين. انا بالنسبه لي السوفت وير انجينير حد عنده ماده علميه بيعرف يوظفها صح مع سوفت وير انجينيرنج كونسبتس، مش لازم يكون خريج اي حاجه، يعني مش لازم اقول اللي هو خريج، احنا بنتكلم عن حته الخريج دي كده كده ايه قدام، مش لازم يكون خريج اي حاجه. بس انا بالنسبه لي انا فرحتي بواحد خريج وهو اصلا بلح وما كانش كويس في الكورسز بتاعت الكليه. انا كنت يعني برضو مش بشتم في الناس كده، انا ما كنتش كويس في كورسز الكليه بس غصب عني ذاكرتهم بعد ما خلصت. يعني فهي الفكره كلها اللي انت لا انت لازم تمانج الدنيا بتاعتك صح، لازم يبقى عندك الاساسيات الكويسه زي الاو بي، شويه حاجات داتا ستراكشرز. في الاول الناس برضو ممكن تكون بتهتم شويه بحته البروبلم سولفنج، اللي انت يبقى عندك شويه بروبلم سولفنج، اعرف احل الحاجه دي لو جات لي، لان انت في الاول انت ده راس مالك، انت ما عندكش لسه الحاجات الكفايه او النولج الكفايه في التك ستاك اللي انت داخله. فبالتالي انت دي الحاجات اللي بتبدا تتكئ عليها اكتر وتدوس فيها اكتر عشان ربنا يرزقك. انا اعرف ناس بتشتغل ببروبلم سولفنج بس، يعني هو على رأي عمر احمد مش معنى كده ان انا اوهب نفسي لللينكد ليست واعبد اللينكد ليست والشغل ده، بس في الاول وفي الاخر هي بتبقى ايه، ان انا ببالانس الموضوع شويه اس ام مثلا بروبلم سولفنج ومش عارف ايه، وفي المقابل شويه تانية انا بذاكر مع نفسي، بشوف التراك اللي انا عايزه وكده. طبعا كل ده ما تغيش على الكليه، لان انت لو انت خصوصا لو انت كمان خريج يعني، او لو انت في كليه عمليه زي حاسبات او هندسه، فانت محتاج تتخرج عشان تعرف تشتغل، غير كده بقى تلبس اللي انت قاعد، شركه في الشركه عايزه تشغلك عشان انت لسه طالب، حتى لو شركه شغلتك هتروح مدياك مرتب بالارض، عشان فكره بس انت لسه طالب، فانت كده كده مفيش حد هيشغلك، كويس احنا شغلناك. وفي شركات تانية محترمه بتشغل ناس هم طلبه وبيدوهم مرتب زيه زي عادي واحد مش طالب.